عايزه اتكلم معاك في موضوع بعد ما تخلص التليفون. مش مهم التليفون. انا عارفه ان في حاجات كتير قوي عندك مش مهمه، لكن ارجوك تهتم باللي انا هقوله لك. لو المدام فكرت انها تحضر المعرض حاول تمنعها باي طريقه. مستحيل اقابلها وتفضل تجاملني تاني، مستحيل اخدعها واعذب ضميري. امبارح كنت عايزه اصرخ فيها واقول لها انا مش خطيبه المدير. لو عرفت الحقيقه لا هتجامليني ولا هتعزميني في بيتك. ما عرفت الحقيقه. انت اللي قلت لها؟ ما افتكرش. ما عرفت وخلاص. فوزي اتطوع من المهمه دي بدالي. مش قادره اتصور صدمتها لما عرفت. صوري بقى موقف انا لما عرفت انها عرفت. انت بتضحك؟ لحد امتى هتقعد تعامل الناس بالاهمال ده وتستهتر بمشاعرهم؟ ما تظلمنيش. اذا كانت هي نفسها دلوقتي مقتنعه اني خبيت عليها علاقتك بيا حرصا على مشاعرها. مقتنعه؟ مسكينه، اكيد الست دي بتحبك حب ينقط. لو كان الحب بالشكل ده كانت الناس كرهت الحب. انا مش قادره افهم انت ازاي قادر تعيش معاها اذا كنت كاره حبها ليك. اهي ازاي دي اللي معذباني، لكن اين المفر؟ يا صباح الورد، يا صباح الفل. صباح النور. هو الأستاذ مدحت موجود في مكتبه؟ حقيقي أنا معرفش، أصل أنا نزلت من الأتوبيس على هنا عدل. ألا كنت عاوزة مدحت في إيه؟ أصل في سوء تفاهم حصل ماليش ذنب فيه. حصل إمتى؟ لما كنا بنصور الفيلم عندهم في البيت. ياه أنت لسه فاكرة؟ أنسى إزاي موضوع يتعلق بمستقبلي. المدام صاحبة شركة ناجحة وناوية تعمل أفلام دعاية كتير. حبيت أكون لطيفة معاها وأعرفها إني شايلة الجميل. وقعدت بقى حضرتك تشكري في البيت جوزها وتشكري وتبحبحتي قوي في الشكر. انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ الظاهر إني جيت أكحلها عمتها. مش عارفة أعمل إيه عشان الموضوع يتصلح والمدام ترضى عني وتديني فرصة تانية. الموضوع من أساسه غلط. انت تعبى نفسك وتعبى الناس دي كلها معاكي عشان ايه؟ ها؟ عشان انك تطلعي كده لمجرد ثواني في التلفزيون؟ هو ده حلم حياتك؟ هو ده مستقبلك؟ اللي باخده من الإعلان في ثواني باخده من الشركة في شهور. تقدر تقولي إيه مستقبلي؟ سكرتيرة؟ سوزي، انت ما فكرتيش في الجواز؟ اللي هيرضى بيا وأنا سكرتيرة على قد حالي لازم يكون هو كمان على قد حاله. طب افرضي يعني كده اتقدم لك موظف محترم. موظف؟ الموظف ماهيته ماشية مع سنه، يكبر في السن تكبر ماهيته. عايزنا اتجوز راجل عجوز وماهيته كبيرة ولا شاب صغير وماهيته صغيرة؟ أنا عايزة أعيش وأتمتع وألبس وأتشهر وأركب عربية وأسوقها، مش أركب معاه الأتوبيس. هو احنا النهارده السبت ولا الحد؟ سبت الحد التلات كله زي بعضه. زي بعضه ازاي؟ يوم الحد ده يوم اجازتك، ده انا بستناه من الاسبوع للاسبوع. تمام زي ما كنت بستنى الاجازه ايام المدرسه. الواحد يفطر براحته وينام براحته ويلبس براحته. مظبوط مظبوط. طب ولما هو مظبوط فطرت بسرعه اوام اوام وبتلبس وانت مستعجل ليه؟ يا صباح الهنا، ابتديت الأسئلة؟ ما تاخدي أجازة يوم واحد في الأسبوع. باي باي. لا باي باي ايه؟ ممكن افهم رايح فين؟
ممكن انزل اتمشى شويه في الفسحه وارجع تاني الفصل بعد اذنك يا حضره النظره؟ انا نظرة؟ يا ريت كنت نظرة، ده انا باخد منك دروس ومش عارفة اتعلم. ده كلام كبير عايز قاعده. ممكن نأجل الإجابة لغايه ما ارجع؟ ايه؟ هتتمشى لحد النادي؟ مش معنى النادي يعني؟ مش النهارده المعرض؟ ما ايوه النهارده بس مش دلوقتي. امال امتى؟ طبعا ما انت عارف، ما انتوا اصلكم مع بعض في نفس الشغل. اهلا اهلا اهلا. النزناز ابتدى حلو جميل. صباح الخير. صباح الخير. حضرتك جاي من دلوقتي؟ ما انا متعود اجي النادي بدري يوم الاجازه، وساعات باجي بدري عن كده كمان، لكن ما كنتش متوقع الاقيك. حس ان لقيتك بقى اظن ما عندكيش مانع اعزمك على فنجان شاي ونقعد نتكلم شويه. لسه بدري على ميعاد المعرض وانا شايفك قلقانه شويه. قلقانه وبس، ده انا ما نمتش. لما هنشرب فنجان شاي ظريف ونتكلم اعصابك هتهدى شويه. لا معلش، ما تعطلش نفسك، اتفضل حضرتك. اعطل نفسي عن ايه؟ اكيد حضرتك جاي بدري عشان تلعب الرياضه اللي بتحبها. ما هو مش معقول حضرتك تنزل بدري يوم اجازتك من البيت عشان تقعد وتتكلم وتشرب شاي. انت صدقت اني متعود اجي بدري النادي يوم الاجازه اني باجي قبل كده كمان وما كنتش متوقع عليك؟ اما حته تمشيه جميله جدا، خلت اعصابنا تهدى، وبدل ما نتخانق اتفهمنا وتصفينا. عارف، انا كان نفسي امشي من زمان بس ما كنتش لاقيه اللي يشجعني. وانا برضو نفسي امشي من زمان بس مش لاقي اللي يشجعني. شايفه الجرايد كاتبه ايه؟ وحضرتك كنت خايفه وقلقانه. أنا كنت قلقانة فعلا، لكن لما شربت الشاي هديت وكلامك شجعني. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا سمير. صباح الخير. ممكن اقعد يا فندم؟ شكرا. خير، اخبار شركه الاغذيه المحفوظه ايه؟ ما هو ده الموضوع اللي جاي عشان اكلم سعادتك فيه. أنا هروح المكتب. بالحق انا اسف يا سميحه اني ما جيتش المعرض. انا كنت ناوي اجي من اول النهار بس حصلت ظروف عطلتني. كان عندي ماتش رياضي. والنتيجة إيه؟ قلب. عثمان، خد البدله دي ووديها للمكوجي، اكد عليه ينظفها كويس ويكويها ويجيبها اوام. احنا اصلنا خارجين نسهر الليله دي، والبيه عايز يلبس البدله دي بالذات. ها؟ حاضر. مدحت، انت جيت؟ ده انا كنت لسه بطلبك. راجع تاني بس في حاجه نسيتها. طب قول لي ايه هي وانا ادور معاك. انا زي ما يكون قلبي حاسس انك هترجع. كويس ان انا سبت لك العربيه. تصور يا مدحت لو كنت انا وصلتك ورجعت بالعربيه، طب كنت هتعمل ايه؟ ايه بعت البدله المكواجي؟ انت جاي عشان كده؟ كل ده علشان هنسهر الليله دي؟ بعتها يا سيدي اطمن. ما لقيتيش في جوبر مفاتيح المكتب؟ امال ايه دول اللي معاك؟ لا دول مفاتيح العربيه والمكتب اللي في الشغل. بقى انت سايب الشغل وجاي علشان مفاتيح المكتب ده؟ ليه، في اسرار ما انتش عايزني اشوفها؟ انا مش فاضي لاسئله كتير. لقيتيهم ولا لا؟ لا. يا رب سامحني. عقد بيع نص العمارة. يا خسارة، يا خسارة.
خسرت حاجات كتير. ده مش خط مدحت، ده خطها. بمناسبة عيد زواجنا الأول ومعا حتى النهاية، ومعا حتى النهاية. مين اللي قرب النهاية؟ مين اللي سهل عليه بيع؟ لكن هو ليه محتفظ بالصورة دي؟ مدحت بيه مش نازل عندنا. مين سيادتك؟ مرات عمه. عمو الباشا؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا. هو مش المفروض يكون هنا أول أغسطس؟ المفروض. ده حتى زعل قوي لما جه لقى الأوضة بتاعته مشغولة وأصر يدينا عربون، مع إن هو بيعتبر البنسيون ده زي بيته التاني، وأول ما بيتضايق يجي على هنا على طول. لكن هو ما اتصلش بيكي؟ لا أبدا، لكن ضروري هيظهر، يا يجي ياخد الأوضة يا يجي ياخد العربون، وغالبا هيجي ياخد الأوضة. لقيت المفاتيح؟ لقيت حاجات كتير. انت فتحت المكتب؟ أيوة. بأي حق؟ زودتيها قوي والله يا عال. مش مسؤول من نفسك وبكل بجاحة بتقول ايوه؟ اخس، دي اخلاقي؟ تتكلمش عن الأخلاق. أنت لما بعت العمارة فكرت تبيعني، لكن للأسف ما لقيتش الأوضة فاضية في البنسيون. من سوء حظك البرجاني طلع نصاب، فقلت البلد دي أحسن من غيرها. يا عيني على الأخلاق. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ يا ريتني بخرف. أنا رحت البنسيون راجعت التواريخ، تاريخ بيعك العمارة، تاريخ القبض على البرجاني، تاريخ حجز البنسيون. بالسهولة دي فكرت تبيعني؟ انا لو فكرت ابيع ما استناش الاوضه، ابيع واقعد على الرصيف. انا بعت قبل كده ما كانش معايا ولا عليم. كان عليك وصل أمانة ب20,000 جنيه. انت بتهدديني بالسجن؟ وانت بتهددني بالإعدام؟ أنا آسفة يا مدحت، أنا أعصابي فلتت مني. معقول أهددك؟ يا ريت نقدر ننسى اللي فات، نحاول. بس على أساس وشو؟ رجعت تاني التهديد. ما إحنا الاتنين أعصابنا متوترة. بقول لو نخرج نقعد في أي حتة الكلام يكون أهدى. احنا هنخرج واحنا مبوزين كده؟ ما هو لما هنخرج هنهدى وحنروق زي ما بتقول. الفستان ده جديد. ها؟ مبروك. بس متهيألي ان ناقص عقد او بروش، مش كده؟ فعلا. متهيألي انا كان عندي بروش يليق عليه، بس مش فاكره حطاه فين. مش مهم بقى. لا مش مهم ازاي؟ خلاص هتدوري عليه. انا حاطاه في علبه في الدولاب، لو سمحت تناولهولي. حاضر. ايه ده يا مكارم ده؟